السلام عليكم. قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء الأربعاء في حق مغني الراب طه فحصي الملقب بالغراندي توتو بالحبس 8 أشهر حبسا موقوف التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 10,000 درهم. وأفادت المصادر أن توتو أدين في قضية تتعلق بالسب والقذف والتشهير والإخلاص العلني بالحياء والإخلال العلني بالحياء والتحريض على استعمال المخدرات والتفاخر باستعماله أمام الملأ والفئة الناشئة. وتابعت النيابة العامة طوطو في حالة صراح بالتهم المنسوبة إليه بعدما أثار ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفيديوهات التي يظهر فيها يتلفظ بكلام نابي ويوجه تهديدات إلى صاحب موقع إلكتروني. وغاب الغراندي طوطو عن جلسة النطق بالحكم عليه نظرا لوجوده في تونس حسب ما أعلن عنه عبر صفحته الرسمية على الانستغرام.